سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على بعض المستجدات اللي هما جداد على أساس الموضوع أو القضية ديال سعاد جوهرة المغربية. وكما كتعرفوا الإخوان أن بالنسبة لهذا الموضوع هذا دار قلبالة ودار ضجة ديال بصح، وكلشي ولا كيهضر على أساس هذا الموضوع هذا وكلشي كيهضر على عقوق الوالدين. المهم إخوان، هاد الفيديو هذا غادي يكون سبيسيال على باقي الفيديوهات الاخرين، واكيد ان غادي نهضروا على بعض الامور اللي هي جد خطيره، غادي نهضروا على بعض التهديدات وغادي نهضروا على بعض اشياء اخرى اللي متعلقه بالنداء للريافه، واكيد اننا غادي نهضروا على اساس قنوات ديال سعاد وسميره، واكيد اننا غادي نهضروا على شي حوايج الاخوان. المهم باش ما نطولش عليكم وما نكثرش عليكم في هذه المقدمه هذه، فقبل ما ندخلوا في الموضوع، الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تهبط لتحت وتورك على زر الاشتراك وتفعل ميزه زر الجرس باش يجيكم جديد، وما تنساوناش الاخوان من لايك الفيديو وواحد تعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو لي هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع. والان الاخوان على بركه الله، وما ننساش عاوتاني الاخوان الا كانت عندكم بعض الاراء بغيتوا باش انكم تبارطاجيوها، يمكن لكم انكم تكتبوها لنا في التعاليق الاخوان. التعاليق راهم مفتوحين لكم واي واحد يمكن له يعبر كيف ما بغى، سواء كان ايجابي ولا سلبي، فلكم حريه التعبير الاخوان في التعاليق. وما تنساوناش من اللايك الاخوان، كثروا من اللايك والبارطاج. المهم اول حاجه اللي نبداو بها الاخوان في هذا الموضوع هذا، لان القضيه قلت لكم راها مبربله ديال بصح، واكيد انني كنقلب على منين غادي نبدا، لان هذا الشيء كثير بزاف، وبالخصوص فاش كتشوف الامور كتزيد كتراكم، ما حدك انك انت شاد واحد الطريق شويه كتخرج عاوتاني طريق اخرى. فلهذا كما قلت لكم هذا الشيء راه ولا كثير ولا موجود بالعلالي، كل شيء موجود الاخوان، وكل شيء النايضه ديال بصح والقربانه نايضه في الكواليس، وكل شيء عارفين شنو كاين في الكواليس. واكيد ان داك الشيء راه ماشي شي حاجه اللي هي قليله، وانما شي حاجه اللي هي صعيبه الاخوان، لدرجه انه وصلوا تهديدات، لدرجه انه كاين نداءات، لدرجه انه كاينين شي امور اللي حنايا ما كناش كنتصوروها كتوقع في الكواليس. المهم اول حاجه غادي نهضروا على اساس قناه سعاد وسميره. بالنسبه للاخوان بعض التهديدات كيهددوا بعض الاشخاص، قنوات ديال الاشخاص اللي هما راكم عارفينهم، كيهضروا على اساس الموضوع هذا وكيهددوهم، كيقول لهم بانه القناه ديال سعاد وسميره غادي نطيروهم. ولكن كما كتعرفوا الاخوان بالنسبه للخزان راه ماشي واحد الانسان اللي هو نقولوا بلي انه ما عارفش كيفاش يتعامل اولا ما عارفش كيفاش يدير الحمايه للخصوصيات. فلهذا خرج الخزان ووضح لهم وقال لهم بانه راه ما يمكنش انكم تديو القناه ديال سعاد وسميره. وبالنسبه للاخوان ان دوك الاشخاص هما عارفين الطريقه باش كيفاش يتعاملوا ولا كيفاش كيقوموا باش انهم يرسلوا انذارات. واكيد ان بالنسبه لهذه القضيه هذه الناس اللي كيستعملوا القانون الامريكي هما اللي عارفين الخطوات اللي كيستعملوها. واكيد راه القانون الامريكي راه اش نقول لكم واحد كيف بحال قلتوا القانون المغربي ديالنا فيه متاهات فيه ثغرات، فلهذا بالنسبه للناس اللي كيستعملوا هذا القانون هذا فصعيب التعامل معهم. المهم فكما قلت لكم الاخوان الخزان خرج وكيبشرنا بالخير وكيقول بلي ان القناه ديال سعاد وسميره ما غاديش يخافوا من حتى شي حاجه، وإلا جاب الله كاع مثلا انه تضربات لهم بمخالفه، اكيد ان الخزان غادي يتعامل ولا عارف الطريقه كيفاش يتعامل مع هذه المخالفات هذو. وكما قلت لكم ان بالنسبه لذوك الطرف الثاني اللي كيهددوا بهذه التهديدات، لانه حنا كنشوفوا بان المحتوى اللي كتلوحوا سميره ولا سعاد فاكيد انه محتوى محترم، ما كاينش فيه شي حاجه اللي هي مخله للحياه ولا شي حاجه اللي تخلينا باش اننا نحقدوا على اساس دوك الناس. ماشي كي بحال الطرف الثاني اللي كيديروا بعض المشاهد مخله للحياه، واكيد انه كيبيع بناته، واكيد حنا كنشوفوا بعض التصرفات وكنشوفوا اللباس وكنشوفوا بلي انهم كيحلوا رجليهم شي طرق كيخليو باش انهم يديروا داك اغراء للمتتبع باش انه يبقى يتابعهم. هذا الشيء راكم شفتوه الاخوان، ما جبت حتى شي حاجه من شي بلاصه، هذا الشيء كامل راكم كتشوفوه. دوك القنوات كيبارطاجيو شي حوايج اللي هما خايبين ديال بصح. وما نساوش العقوق ديال الوالدين، انهم كيهضروا على اساس واحد الامور اللي ما خاصهاش نهائيا تقال في السوشيال ميديا، ولكن هما كيقولوها وكيزيدوا كيعاونوا كيشجعوا بالعقوق. المهم دابا الاخوان نمشيو مباشره عند الرضا ولد الشنويه اللي شرشم. وكما كتعرفوا الرضا ولد الشنويه ما كاين اللي غير التشرشيم ديال بصح، هذا السيد هذا الله الا صراحه اللي شرشمهم عطى لهم القصح ديال بصح. واخا ما شفت الفيديوهات كاملين، ولكن غير بالعنوان كيبان لك كل شيء. والقضيه فاش كتشوفوا بالنسبه للرضا، فاش كتشوفوا الرضا هو كيهضر في شي موضوع، فكونوا على يقين بانه راه ما كاين لك غير العصير في كاس كبير.
فبالنسبه لرضا الاخوان فهو حتى هو شاف يعني داكشي اللي كيتمارس على سعاد جوهره المغربيه، وقال لك بلي انه ما خاص الانسان هذه يتعاملوا معها بهذه الطريقه هذه وخاصنا ندافعوا عليها. وفعلا هو كيدافع على الحق. حنا ماشي ضد ان الانسان يعني كانوا شحال من واحد كانوا في الطرف الثاني كانوا كيهضروا كيدافعوا عليهم، ولكن من بعد ما اكتشفوا بلي انهم كيدافعوا على بعض الناس اللي هما يعني حاقدين على واحد الانسانه اللي وصلوها لواحد الدرجه ما كتصوروهاش الاخوان، والهدف ديالهم من هذا الشيء كامل باغيين يصفيوها ليها، يعني باغيين باش انه ينحيو ديك الانسانه باي طريقه كما كانت. وكانت عندهم الطريقه اللي كيستعملوها راكم عارفينها، يعني كيحطوا البنات ديالها وكيديروا بعض التصرفات اللي كتخليها هي يعني واخا كاينين في المكانه ديال فاش كتشوف دوك الفيديوهات وكتشوف دوك الخرجات وكتشوف الناس ولا المنتقدين كيهضروا على بناتها بديك الطريقه، يعني كتحس براسها كتدمر يعني شويه بشويه بحال الشمعه الاخوان فاش كتشعلوا من الفوق يعني كيدوب شويه بشويه حتى كيدوب كامل. داكشي اللي واقع دابا لسعاد جوهره المغربيه، يعني هي كتدوب في بلاصتها. وكما قلت لكم من بعد ما شافوا الناس هاد الحقره هذه اللي طاحت على هاد الانسانه هذه مباشره خرجوا كيتعاطفوا معها. وفاش خرجوا تعاطفوا معها هادوك الناس ما عجبهمش الحال وبداو كيخرجوا باغيين حتى هما يكسبوا التعاطف ديال الناس باي طريقه كما كانت. وبدات بالنسبه لكم عارفين البنت الكبيره خرجت وكتقول لهم حكا حتى انا الا بغيت تعاطف راه كلشي الناس غادي تعاطفوا معايا الا درت او الا فعلت او الا تركت، لدرجه انهم هما اتهموا الام ديالهم بان هي كانت كتمثل مجرد تمثيليه وخلصوا لومبيلونس وداروا هادشي كامل. هذا مسلسل مفبرك وكتقول بلي انه راه حتى حنا راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه باش اننا نديروا هذاك الامر، وانما شي حاجه اللي هي يعني عاديه جدا. غادي نخلصوا لومبيلونس ونجيبوا المسائل ونقولوا له بنا انها هي يعني ما شربت الدواء ديالها، واكيد انها غادي تجي لومبيلونس غادي ديوها للسبيطار. وما نساوش بلي انهم هما كانوا كيستغلوها لواحد الدرجه ما كتصورش، يعني هذا الشيء اللي بقى فينا. المهم اخوان انا مشيت عاوتاني داك الموضوع ودخلت وتعمقت، اكيد اننا غادي نسمح مزيان ديال بصح وما غاديش نسالي نهائيا. دابا غادي نمشي مباشره يعني لحاجه اخرى اللي هي لبنى. بالنسبه للبنى الاخوان يعني كتوجه نداء يعني استغاثي للريافه. علاش بالضبط؟ لانه هي انا اللي فهمت على اساس يعني ما شفتش داك لا فيديو، ولكن خلاصه يعني قبل كاع ما نشوف داك لا فيديو قبل كاع ما نسمع داك الشيء كامل انا عارف بالضبط شنو غادي تقول في داك لا فيديو ديالها. وبالخصوص اللي هضرات بالريفيه اكيد انها غادي تستنجد بالناس ديال الريف، غادي تستنجد بالناس باش انه يعاونوها. علاش بالضبط؟ هي غادي تهضر معاهم بواحد الطريقه على اساس انها هي ريفيه وكتعرض يعني للتنمر وكتعرض للهجوم من طرف الناس اخرين لانهم هما ما حاملينهاش وبانهم باغي يدمروها وباغيين يصفيوها ليها وباغيين يديروا ليها. هادشي كامل غادي تقولوا هي يعني بالريفيه وغادي تصيفط له هذا النداء هذا باش انه اي واحد فيهم يعني اللي هو ريفي وكيحس بشي واحد اخر باغي باش انه يدمر ليه يعني شي حاجه بحال ما وكانها حيت هي ريفيه وغادي يحضروا عليها، فهي غادي تقولوا يعني عن طريق الريفيه باش هما يفهموها بديك الطريقه. حنا كنعرفوا الريافه ان النفس ديالهم اش غنقول لكم راه صعيب انك تجي وتفاهم مع ريفي الا كنتي درتي له شي مشكل اكيد انه غادي يصفيها لك. حنا كنعرفوا هذا الشيء وكنعرفوا بان الريافه يعني عندهم عزه نفس. نجيكم انا من الاخر، ولكن هذه الانسانه هذه بغات باش انها تدير يعني النار من التحت، يعني بغات تهضر لهم وجات لهم نداء بالريفيه باش انهم هم بوحدهم اللي يفهموا شنو كتكون. وكما قلت لكم الخلاصه ديال داكشي كامل اللي قالت لهم عاونوني وساندوني باي طريقه كما كانت، حتى الى درجه وصلت لواحد الدرجه اخرى اللي ما غاديش نهضر عليها اكيد انه غادي يوصلوا ليها. فكما قلت لكم هي قالت لهم بان هي كتعرض لها التهديدات وكتعرض العائله ديالها التهديدات، وبان القناه ديالها مشات، بانها غادي تمشي نزار اكيد لانها وصلت بانذارات، واكيد انها بارطاجت معاهم شي حوايج. فلهذا كما قلت لكم هنا كنزيدوا كنفهموا بانه هي بغات توصل الرساله على الريافه بوحدهم، يعني هذا الشيء كامل واصله او لا بغات توصلوا للريافه. وكنتمنى ان اي واحد يعني ريفي ولا ريفيه دخلت لهذا الفيديو نتمنى انك تكتبي لنا شي حاجه يعني داك الشيء اللي قالته هذا الانسان هذه توضحي لنا مزيان باش حنا نعرفوا شنو بالضبط بغات توصل ليه هذه الانسانه هذه، لانها عندها هدف واكيد انها بغات توصل ليه باي طريقه كما كانت. دابا الاخوان غادي نمشيو مباشره اخر حاجه اللي اكيد انه واحد التساؤل اللي هو مزلزل دابا بصح، وبالخصوص بعد ما يعني لقاو يعني الانذارات عندنا في القناه وبلي ان القنوات ديالهم غاديين في الانذار، واكيد انه غادي مستمرين دابا كيحلوا قنوات جداد، واكيد حتى هما يعني بالنسبه للقنوات الجداد غادي يمشيو. فاكيد فاش وقع لهم هذا المشكل هذا مباشره وصلوا تهديدات يعني ديال القتل، ديال تصفيه الحسابات، ديال اش نقول لكم انهم غادي يقتلوا، يعني وصلوا للمرحله ديال انهم يهددوا بالطريقه ديال القتل.
يعني الخزانه الاخوان توصل بميساجات من طرف بعض الناس اللي اكيد حتى هو قال لك بلي ان النوامر ما كيعرفهمش، يعني فاش كيبلوكي النمره كتجيب النمره اخرى وكيصيفطوا ليه نفس الميساج كيقول ليه حكا الا ما بغيتيش تجمع راسك اكيد حنا غادي نصفيو عليك. وهذا الشيء بالشهاده ديال يوسف اللي هو وحده، واكيد حتى كونوس حتى هو اللي كان بالرفقه ديالهم اللي كانوا كيبحثوا ولا كيقلبوا على ماجده اللي خاصها تبان، يعني من صالحها باش انها تبان وتقول يعني الشهاده ديالها وما تخبيهاش، تقول لها داكشي اللي شافت، يعني ماشي شي حاجه، يعني الشهاده عليك راه حق وخاصك ضروري تحضري وتقولي الشهاده ديالك وقولي داكشي اللي شفتي مباشره، وخاصك تحضري يعني ما تغبريش كما درتي دابا. واش هما عطاوك فلوس، واش هما شراوك، واش عطاوك، واش خبروك هما، واش هما اللي قالوا لك حبا سيري بحالك حنا غادي نعطيوك حنا غادي نتكلفوا بكل شيء. يعني هنا غادي نكتشفوا بلي ان كاين الامور جد غامضه وكل شيء. هذا الشيء كامل اللي كيوقع في الكواليس حتى شي واحد ما سيق ليه الاخبار الا بعض الاشخاص اللي هما عارفين شنو كاين، والصاد جاهم من تحت. واكيد دابا حنا كنشوفوا التحركات ديالهم، وكيف العاده من بعد ما كيشوفوا تهديدات وكيشوفوا بعض الامور اكيد كيكونوا تحركات في الخفاء وما كيقولوهاش للناس لان القضيه حامضه ديال بصح. المهم اخوان داكشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، يكفي اولا نكتفي بهذا القدر هذا، ونتمنى الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوناش الاخوان اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم والبارطاج ديالكم، يعني نتمنى انكم تعطيونا التعاليق وتقولوا لنا شنو بالضبط قالت لبنى السريعه في ذاك الفيديو ديالها بالتفصيل، باش حتى حنا نخرجوا ونوضحوه للراي العام ونوضحوه للناس باش اننا نعرفوا بالضبط شنو بغات، شنو هو الهدف ديال هذه الانسانه هذه من هذا الشيء كامل باش انها توجه نداء بالريفيه. المهم شكرا على المتابعه الاخوان والى اللقاء.